تستغل الموضوع. حرفيا انت ممكن تعمل ملايين الدولارات حرفيا. انت بقى وذكائك وشطارتك عايزك تسيب كل اللي في ايدك وركز كده في الفيديو ده، عشان حرفيا الفيديو ده ممكن فعلا يبقى اهم فيديو في حياتك. هحكي لكم موقف كده من كام شهر. كنت قاعد مع صاحبي عادي، خارجين خروجه عاديه خالص، فكان بيتكلم معايا. واحده قريبته يعني بتعمل حلويات بطريقه مختلفه بشكل حلو بطريقه معينه كده، وفرجني على الشغل الحاجات اللي هي بتعمله عادي، بنتكلم عادي خالص. وفعلا انا يعني انبهرت بالحاجات دي، مع ان انا ما فهمش حاجه في الحلويات ومش اهتمامي اصلا. فرجعت كده في البيت، كان لسه تشات جي بي تي 4 كان لسه نازل. فدخلت جات لي كده فكره، طب اقول للتشات جي بي تي كده يعمل لي كورس عن الموضوع ده، عن ازاي تعمل يعني الحلويات اللي هي دي. هو نوع من انواع الحلويات، بس مش هينفع اقول ايه هو يعني. فقلت له يعمل لي كورس شامل كامل عن الموضوع ده. فلقيته فعلا ابتدى يكتب، بس يكتب لي حاجات قليله. ارجع تاني اقول له لا، انا عايز ديتيلز انتو ديتيلز بتاعت الديتيلز في كل حاجه. فضلت وراه قعد يعمل لي في الكورس ده تقريبا انا فاكر ساعه ولا ساعه ونص. عمل لي كورس يعني اجدعها حد في العالم كله ما يعرفش المعلومات الموجوده دي. انا ما اعرفش هو عملها ازاي ولا جابها ازاي، مع انها حاجه متخصصه جدا يعني. المهم اخدت الكورس اللي اتعمل، ورحت بقى حطيته في بي دي اف، وخليت حد كده يعمل لنا بقى صور كتيره والوان بقى وبتاع، وحبشتكنات في البي دي اف، عملنا حته بي دي اف جامد جدا. اي حد يشوفه. عملناه بالعربي وعملناه بالانجليزي، يعني عملنا النسخه بالعربي والنسخه بالانجليزي، كله بالشات جي بي تي، يعني كله اي اي. فرحت عملت له بقى ايه، بيج كده على الستور بتاعي، على شوبيفاي ستور. عملت اعلانات، العربي الاول عملته في السعوديه، وكان في دوله تانية في الخليج، ولقينا في اوردرات بتيجي عادي خالص. بعد كده عملت، طب النسخة الانجليزي دي عملت لها فيديوهات كده بسيطة، وعملنا كامبينز في امريكا وكام دولة اوروبية، ولقينا برضو سيلز، وكنا بنبيع بكذا سعر يعني، بس مرة ب$30 ومرة ب20. احنا مش عارفين نسعر اصلا حاجة، اول مرة نعملها، وحرفيا اتعملت على طول يعني. وبعد كده وصلنا لسعر البيع $17، وكان ناس كتير بتشتري. المهم ليه بقى الفيديو ده بقول لك ده ممكن يغير حياتك؟ امبارح ابتدى تشات جي بي تي 5 نزل. ده بيقول لك لو قبل كده انت المعلومات اللي كنت بتاخدها من شات جي بي تي 4 كان كانه يعني طالب مجتهد او طالب شاطر، فتشات جي بي تي 5 ده بقى كانك بتتعامل مع واحد معاه بي اتش دي، يعني معاه دكتوراه او حاجه. فتخيل حد معاه دكتوراه بقى في، يا اما في نوع الحلويات ده او في اي بقى موضوع تاني انت تشوفه في مشكله معينه. فانت بتعمل كورس بي دي اف، يعني كتابه بس بيحل مشكله معينه. تخيل لي واحد احسن واحد معاه دكتوراه في الموضوع اللي انت بتتكلم فيه ده في العالم يعمل لك الكورس ده، وحرفيا هتلاقيه في نص ساعه يعمله لك. فالنقطه اللي انت ممكن تشوف الحاجات اللي هي الناس محتاجاها، وان في اي دوله بقى، في عندك بقى في الخليج، عندك في مصر، حتى عندك في امريكا، في اي دوله، في اي موضوع انت عايز تتكلم فيه، تعمل له كورس كتابه بي دي اف، ترفعه، تعمل شوبيفاي ستور، تعمل كامبينز على الفيسبوك مثلا باعلانات بسيطه جدا، ويجي لك فلوس وانت قاعد في بيتك، من غير بقى ولا يبقى بقى ده مش فيزيكال برودكت. يعني انت مش هتروح مش محتاج تروح الصين ولا تكلم حد في الصين، مش محتاج شحن، مش محتاج اي حاجه. انت حرفيا اللي بيشتري البتاع بتبعت له لينك في البي دي اف او الكورس اللي انت عملته يعني. دلوقتي فعلا فرصة لازم تستغلها جامد جدا، واللي مش هيستغل الفرصة دلوقتي بجد هيندم جامد جدا بعدين. استغل الموضوع. حرفيا انت ممكن تعمل ملايين الدولارات حرفيا. انت بقى وذكائك وشطارتك هتنقي مواضيع ايه، هتعمل كورسات عن ايه، هتفيد الناس ازاي. كل ما كانت المشكلة اكبر وانت بتحلها، كل ما تعمل فلوس اكتر. انك بقى تبتدي تبيع ازاي، انك ازاي تعمل الشركة وازاي تعمل الستور وتعمل الحاجات دي كلها، وتبتدي ازاي تبيع بره. هتلاقي الفيديوهات دي كلها انا شارحها عندي هتلاقي فيديوهات انا بنزلها يعني خلال الايام دي.